المنتخب المغربي ينهي تصفيات إفريقيا بالعلامة الكاملة. تألق كبير للمنتخب الوطني المغربي في جميع المباريات التي فعلا لعبها بتصفيات إفريقيا بهذه المجموعة. تأهل المنتخب المغربي لأنه بطبيعة الحال مستضيف ومتأهل مسبقا، وتأهل منتخب الغابون من هذه المجموعة. تأهل منتخبين. منتخب مغربي أداء قوي جدا من كتيبة وليد الركراكي في جميع مباريات تصفيات إفريقيا. براهيم دياز كان رجل هذه المجموعة، وليس فقط هذه المباراة التي فعلا سجل فيها هاتريك قوي جدا في هذه المباراة. أول هاتريك في تاريخ اللاعب بالمناسبة، سواء مع الريال أو مع أسي ميلان ولا مع المنتخب المغربي. أول هاتريك للاعب مع المنتخب المغربي وفي مسيرة اللاعب. أداء رهيب جدا للاعب. 8 مباريات لعب معها، لعب فيها مع المنتخب المغربي، سجل فيها 5 أهداف. اللعب 4 أهداف في آخر مباريتين. بداية قوية جدا لنجم المنتخب الوطني المغربي، واللاعب الذي قريبا أو فعلا حاليا أصبح نجم المنتخب المغربي الأول. أداء قوي جدا من براهيم دياز. سفيان رحيمي أثبت بأنه المهاجم الأول للمنتخب المغربي ورأس الحربة الأول الذي سيعتمد عليه المنتخب المغربي بقوة في الكان القادم، وسيكون أحد الأسلحة للمنتخب المغربي وأحد الحلول التي فعلا حلت مشكل العقم الهجومي في السنوات السابقة للمنتخب المغربي. إن شاء الله كتيبة الركراكي ستعود باللقب بأفريقيا القادمة. في رأيكم هل هذا الأداء كافي لترشيح المنتخب المغربي ليكون الفائز والمرشح الأول للفوز بكار 2025 بالمغرب؟ اكتبوا لي في التعليقات. لا تنسوا متابعتي. زياد بن يوسف.